الشعب المصري وصموده لغاية النهارده. ده امر مش هينسى يا استاذ محمد. نعم، الشعب المصري ما بينساش ابدا الناس اللي بتقف جنبه وبتساعده. طيب انت ذكرت فخامة الرئيس المملكة، الكويت والامارات، ماذا عن قطر؟ بتسألني انا؟ نعم فخامة. انا ما عنديش حاجة غير ان اقول ان احنا لو ندرك ان في هنا في مصر شعب تعداده 90 مليون، الشعب ده عايز يعيش وعايز يستقر وعايز ينمو، وان غير كده تبقى مشكلة كبيرة جدا مش لمصر بس، للمنطقة بالكامل. يعني عايز أأكد على نقطة مهمة جدا. لو احنا فهمنا النقطة دي كويس واستدعينا احنا سوريا والعراق واليمن وليبيا مع بعض قد مصر، قد مصر. يعني ننتبه جدا لمخاطر عدم استقرار مصر. جميل. افهم كلامك فخامة الرئيس انه بشكل او باخر ما زالت مثلا المبادرة او الوساطة التي قام بها الملك عبد الله الملك الراحل ما بين قطر ومصر ما زالت صامدة. احنا حريصين قوي على ان احنا نقدر جلالة الملك الراحل باحترامنا لمبادرته، وارجو ان ده يبقى واضح لينا كلنا. فخامة الرئيس، ماذا عن الدعم الخليجي لمصر وهو دعم مستمر منذ سنوات وتكثف خلال فترتكم الرئاسية؟ كيف استطاع الرئيس السيسي ترجمة هذا الدعم الخليجي إلى اقتصاد مصري قادر على تجاوز الأزمة الراهنة؟ انا هكون صريح في اجابتي على هذا السؤال. وانا قلت لما سالنا وقلنا ان في مصر 90 مليون، ال 90 مليون دول عايزين يعيشوا حياه بسيطه، حتى مش حياه عاديه، خلي بالك. طيب الاربع سنين اللي فاتوا دول في حاله الثوره اللي كانت موجوده دي كان ليها تاثير كبير قوي على ظروفنا الاقتصاديه بمنتهى الصراحه كده. انت محتاج وقود يبقى موجود بشكل مستمر عشان في الاستخدامات اليومية والتشغيل محطات الكهرباء اللي موجودة وحاجات أخرى. محتاج ان السلع الأساسية اللي بنجيبها تبقى موجودة بشكل مناسب. محتاج ان تمويل السلع ديت يبقى موجود بشكل مناسب. كمان محتاج انك انت تعمل مشروعات على الاقل البنيه الاساسيه ديت. انت عايز تجهز البلد مصر، تجهزها للاستثمار القادم. كل ده محتاج تمويل ومحتاج دعم، والحقيقه الاشقاء وقفوا معانا في ده. وانا عشان كده قلت وبقول تاني ان احد الاسباب الرئيسيه لصمود مصر وصمود شعبها خلال السنتين رغم كل الجهود السلبية اللي بيتم تنفيذها لعرقلة المسيرة، كان أحد الأسباب الرئيسية لتجاوزنا أو تغلبنا عليها هو الدعم أشقائنا في الخليج. طيب فخامة الرئيس، دعني أكون صريح معك. أعداء الخليج وأعداء مصر يتحدثون عن استخدام الرئيس السيسي لتلك المساعدات وهذا الدعم الخليجي لصالح المؤسسة العسكرية وتقوية المؤسسة العسكرية في مصر، وأعني هنا الجيش تحديدا. كيف تردون على ذلك؟ أنا هقول لك حاجة، يعني الكلام ده مش دقيق بصراحة. أنا هتكلم على آخر حتى معدات احنا جبناها من فرنسا، ده بقرض فرنسي قيمته المساهمة في الصفقة دي بقرض قيمته 3.2 مليار يورو. ده القرض الحكومة الفرنسية هي اللي هتقدمه لمصر. ف ده محاولة عشان يقول لك ايه، انتوا مش بتساعدوا المصريين البسطاء،